طيب، النقطة التالتة اللي معانا ليها علاقة بمباراة مصر والسعودية يوم التلات إن شاء الله، يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة توقيت السعودية. في مؤتمر صحفي هيكون للسيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسواء قبل أو بعد الماتش، يعني هو لسه مش متحدث، هيكون مؤتمر كبير وهيتكلم فيه عن الماتش، وهيتكلم فيه عن استعداد السعودية، وإن دول الخليج آمنة، وإن السعودية آمنة، ويعني وإن الأشخاص هناك في السعودية يعني ماشيين في خطة تطوير الرياضة الموضوع. وقد يشارك في المؤتمر ممثل مصري، قد يشارك في المؤتمر ممثل مصري، ممكن المهندس هاني أبو ريدة، ممكن سيادة الوزير جوهر نبيل لو هو لسه يعني موجود في المملكة، ولكن قد يتواجد في هذا المؤتمر الكبير اللي هيتعمل ممثل مصري. وممكن جدا لو تواجد الممثل المصري يتم الإعلان عن بطولة مصرية سعودية يعني هتقام كل موسم، يعني سواء مباراة يعني مؤكدة كل موسم ما بين مصر والسعودية، أو سواء أو سوبر مصر سعودي يرجع تاني، يعني هيكون في حاجة بالشكل ده. لو تواجد ممثل مصري في المؤتمر اعرف على طول إن هيكون في حاجة مرتبطة أو مشروع جاي مرتبط بمصر والسعودية على الناحية الرياضية طبعا. انتهى الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.